فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. فإذا جاءك الفرج بعد الضيق تذكر أنه برحمة الله، وإذا جاءك الشفاء بعد المرض فليس بالدواء والطبيب، وإنما برحمة الله. وإذا جاءتك الوظيفة بعد بطالة فليست بشهادتك وقدراتك، وإنما برحمة الله. وإذا جاءك الولد بعد انقطاع ويأس فليس بالعلاج وقوتك، وإنما برحمة الله. كل هذه أسباب لا تضر ولا تنفع حتى يأذن الله، فكم من مريض تداوى ولم يشفى، وكم من حامل شهادة لم يتوظف، وكم من متزوج لم ينجب. كل خير أنت فيه برحمة الله، فاعترف بالفضل لصاحب الفضل.